معكم زين العابدين للإندرويد، واليوم لدينا شرح جديد كيفية مشاهدة المباريات بدون أي برنامج ولا أي شي، يعني عن طريق يلا شوت. راح نروح لجوجل كروم وراح نكتب بالبحث يلا شوت. هذا تطبيق يعني يبث على اليوتيوب أو مباشرة. مثل ما تشوف تكتب يلا شوت، راح تفتح لك القائمة الرئيسية. اذا تريد تنزل تطبيق يلا شوت راح ننزله منه، بس راح نفتح احنا يلا شوت. هذا التطبيق خرافي لمشاهدة المباريات، واحيانا يعني بدون تقطيع اصلا، خاصة في النت الضعيف. مثل ما تشوف هاي هنا عندك اهم المباريات. اذا تنزل لجو البي ان سبورت هسه مثلا لو ضغطنا على الاولى تشوف يعني اللي المباريات اللي تطلع راح يطلع لك هنا وين الواحد يعني مثل 1:30 راح يطلع لك هنا شاهد الآن أو علامة حمراء، راح تضغط عليه راح يفتح لك البث المباشر بي ان سبورت الإخبارية. مثل ما تشوف راح تفتح بي ان سبورت. أمر بفتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص تصريحاته. حين انطلقت مباراة الوداد البيضاوي مع ضيفه مولودية وجداد ضمن منافسات الدوري المغربي يعني مثل ما المحترفين، تشوف لم يخطر يعني ببال بي ان الحكم سبورت توفيق كورال يعني الذي اشتغلت أنار هسه. اللقاء أن قرارته سيصل اذا تريد صدى تحمل أبعد تطبيق مما يلا يتصور. شوت فقط حمل البطاقات تطبيق يلا الصفراء شوت، التي بس وزعت تنطر على هنا الفريقين راح يوديك ونالت وتحمل جمهورية التطبيق وجدة مباشرة. منها نصيب لكن الأزلي، افضل ثم شي هي ضغط تشاهد على هيك، يعني الاتباع هسه هاي لإقامة اللي الوداد الاخبارية المغربي أي اشتغلت. جهود. عندك مثل هاي اللعبة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد، هاي المباريات اللي شوف مثل راح تنقلها القنوات الخاصة. وين راحت هاي اللعبة؟ يعني تشوف هاي موعد المباريات، الملعب يقولك سيتم نشر بث اللقاء قبل انطلاق الشوط الأول بدقائق. يعني اللي يفضل، وأنا أفضل أكثر شي إنه تشاهدون بهذا البرنامج، لأن برنامج خرافي، ومو ما نقدر نسميه برنامج، يعني تطبيق يلا شوت أو هو يعني موقع ويب هذا. تقبلوا تحياتي، كان معكم زين العابدين للأندرويد. كل ما عليك هو الاشتراك فقط ليصلكم كل ما هو جديد. تقبلوا تحياتي.